السلام عليكم. أسباب فشل تعاقد النصر مع متعب الحربي وانتقاله لنادي الهلال، وحقيقة مقاضاة النصر لنادي الشباب والهلال، وعبد الإله العمري خارج جدران النصر، ولاعب تشيلسي الإنجليزي يقترب من النصر، وحقيقة رحيل ساديو ماني. في تطور مفاجئ وغير متوقع، شهدت الساحة الرياضية السعودية حالة من الجدل والغضب صباح اليوم بعد فشل انتقال لاعب نادي الشباب السعودي متعب الحربي إلى نادي النصر السعودي، وانتقاله بدلا من ذلك إلى غريمه التقليدي نادي الهلال. وإذا ما كنتم عارفين، كانت معظم الصحف الرياضية الموثوقة قد أكدت أن صفقة انتقال الحربي إلى النصر أصبحت محسومة لنادي النصر، بل وأعلنت بعض الوسائل الإعلامية أن اللاعب قد وقع على عقود الانتقال بالفعل. لكن بعد اللي صار أصاب جماهير النصر بالصدمة والإحباط. في البداية زي ما كنتم عارفين، خرجت أنباء عن توصل إدارة النصر لاتفاق مع نادي الشباب حول انتقال متعب الحربي لنادي النصر لتعزيز صفوف الفريق النصراوي. وبحسب ما ورد في التقارير الإعلامية، أن اللاعب وقع على عقود الانتقال إلى نادي النصر بشكل رسمي، وكان كل شيء جاهز للتوقيع النهائي بين الناديين. وإذا ما كنتم عارفين، أكد نادي النصر في بيان رسمي أن الصفقة قد تمت، وأن اللاعب سيصبح جزءا من الفريق بعد توقيع العقود النهائية. ولكن الصدمة جاءت عندما تراجعت إدارة نادي الشباب عن إتمام الصفقة مع نادي النصر في اللحظات الأخيرة، وأعلنت بدلا من ذلك عن بيع اللاعب إلى نادي الهلال السعودي بمبلغ مالي يقدر 120 مليون ريال سعودي. وهذا التحول مفاجأ أثار استغراب الوسط الرياضي، واشتعل حالة من الغضب بين جماهير النصر اللي كانوا يتطلعون إلى إضافة متعب الحربي إلى صفوف فريقه في الموسم الحالي. وإدارة نادي النصر كانت قد تعول على هذه الصفقة لتعزيز خط الدفاع بلاعب محلي بدلا من أليكس تيليس، لأن اللاعب متعب الحربي يعد من أفضل اللاعبين الصاعدين في الدوري السعودي، وهو أفضل ظهير أيسر في السعودية. وعربت الجماهير النصراوية عن غضبها الشديد من فشل الصفقة، خاصة بعد أعلنت العديد من الصحف والمصادر المقربة من النادي أن الأمور كانت تسير في طريقها الصحيح، وأن اللاعب بات قريب جدا من ارتداء القميص العالمي. لكن في تطور غير متوقع، مثل ما أنتم عارفين، تغيرت المعطيات بشكل جذري عندما دخل نادي الهلال في الساعات الأخيرة على الخط، وقدم عرضا ماليا مغريا جعل نادي الشباب يتراجع عن الصفقة المتفق عليها مع النصر وانتقال اللاعب لنادي الهلال. وإذا ما كنتم عارفين، قيمة الصفقة اللي أبرمها الهلال مع الشباب لضم الحربي تقدر ب 120 مليون ريال، وهي قيمة مالية كبيرة أثارت جدلا واسعا حول مدى تأثير المال في تغيير وجهة اللاعب في اللحظات الأخيرة. وهذا التحول السريع والغير متوقع أثار استياء جماهير النصر، اللي عبرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن خيبة أملها الكبيرة من فشل إتمام الصفقة اللي كانت تعد خطوة مهمة لتعزيز الفريق في الموسم الحالي. ومع ذلك يبقى السؤال الأهم: ما الذي دفع إدارة الشباب لتغيير موقفها في اللحظات الأخيرة؟ هل كان العرض المالي المغري من الهلال هو السبب الوحيد، أم كانت هناك ضغوطات أو تطورات خلف الكواليس لم يتم الإعلام عنها؟ وجماهير النصر لم تتوقف عن التعبير عن غضبها عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث طالبت إدارة النادي بالاستقالة أو بتوضيح ما حدث والكشف عن الأسباب الحقيقية لفشل الصفقة. كما طالب البعض بمحاسبة من كانوا مسؤولين عن المفاوضات من إدارة النصر، محتبرين أن ما حدث كان بمثابة ضربة قاسية لأمان الفريق في تعزيز صفوف دفاعه بواحد من أفضل اللاعبين المتاحين في السوق المحلي. وفي النهاية يبقى انتقال متعب الحربي إلى الهلال حدثا غير متوقع وغير مرحب به من قبل جماهير النصر، اللي كانت تتطلع إلى رؤية اللاعب بقميص فريقها. والآن على إدارة النصر التعاقد مع ظهير أيسر في أسرع وقت، والتعاقد مع لاعب أجنبي آخر ثالث في وسط الملعب. وإذا ما كنتم عارفين، انتشرت في الساعات الأخيرة أخبار حول نية نادي النصر السعودي مقاضاة نادي الهلال والشباب بعد إعلان انتقال اللاعب متعب الحربي إلى نادي الهلال، إلا أن هذه الأخبار قد تم نفيها بشكل قاطع من مصدر نصراوي موثوق، حيث أكد مصدر نصراوي موثوق أن النصر لم يوقع أي عقود رسمية مع متعب الحربي، وأن الصفقة لم تكن مكتملة، وبذلك لا توجد أي نية لنادي النصر لمقاضاة الهلال أو الشباب، وإنما تم تداوله في وسائل الإعلام مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة. لأن نادي الشباب من جهته لم يقم بتوقيع أي عقود انتقال مع النصر بخصوص الحربي، مما يؤكد أن انتقال اللاعب إلى الهلال تم بطريقة قانونية دون أي تجاوزات. وإذا ما كنتم عارفين، تعمل إدارة نادي النصر السعودي على إتمام صفقة جديدة بالتعاقد مع لاعب شاب من فئة تحت 21 سنة لتعزيز تشكيلة الفريق استعدادا للموسم الحالي. وبحسب مصادر مقربة من النادي، تقترب إدارة النصر من توقيع عقد مع اللاعب الإنجليزي الشاب كارني نجم خط وسط نادي تشيلسي الإنجليزي، حيث من المتوقع أن يصل اللاعب إلى العاصمة الرياض خلال اليومين المقبلين لإنهاء تفاصيل الصفقة والخضوع للفحص الطبي. وإذا ما كنتم عارفين، كارني البالغ من العمر 20 عاما يعتبر واحد من أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم الإنجليزية، وبدأ مسيرته مع أستون فيلا الإنجليزي قبل أن ينتقل إلى تشيلسي في صيف 2022
في صفقة بلغت قيمتها حوالي 20 مليون جنيه استرليني. ويمتاز اللاعب قدراته المميزة في خط الوسط الهجومي، حيث يجمع بين الرؤية الجيدة على أرض الملعب والتمريرات الحاسمة، بالإضافة إلى سرعته في التقدم والمراوغة. وقد شارك مع منتخب إنجلترا للشباب في عدة بطولات دولية، مما يعزز من رصيده كلاعب دولي واعد. وإذا ما كنتم عارفين، عمر اللاعب 20 سنة وطوله 182 سنتي، إنجليزي الجنسية، ويلعب بالقدم اليمنى، وقيمته التسويقية 18 مليون دولار. ويعد اللاعب خيارا مثاليا لنادي النصر في ظل حاجة الفريق إلى لاعب شاب بقدرات هجومية تساعد في صناعة اللعب وإضافة حلول جديدة على مستوى الخط الوسط. كما أن هذه الصفقة تتماشى مع رؤية النادي لجلب لاعبين صغار في السن يمتلكون إمكانيات كبيرة على المدى الطويل. ومن المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة، وهو ما أثار جماهير النصر من الحماس اللي تتطلع لرؤية هذا النجم الشاب في صفوف فريقهم، خاصة مع سعي النادي لتعزيز تشكيلته بلاعبين قادرين على المنافسة المحلية والقارية. وإذا ما كنتم عارفين، وافقت إدارة نادي النصر السعودي على إعارة المدافع عبد الاله العمري إلى نادي الاتحاد السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك بعد مفاوضات مكثفة بين الناديين. جاءت هذه الخطوة تلبية لرغبة اللاعب اللي يسعى للحصول على فرصة أكبر للعب كأساسي في ظل المنافسة الشديدة على مراكز الدفاع في نادي النصر، وهو ما لاقى تفاهم من إدارة النصر اللي قررت الموافقة على طلبه في إطار العلاقة الطيبة بين نادي النصر والاتحاد. وإذا ما كنتم عارفين، وصل المدافع الفرنسي محمد سيماكان لاعب نادي لايبزيغ الألماني إلى مدينة الرياض صباح اليوم تمهيدا لتوقيع عقوده مع نادي النصر السعودي. وبحسب مصادر مقربة من النادي، فإن الصفقة سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث من المتوقع أن يكون سيماكان إضافة قوية لدفاع الفريق في الموسم الحالي. وإذا ما كنتم عارفين، تسعى إدارة نادي النصر إلى إجراء تغييرات كبيرة في صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الحالية، حيث أشارت تقارير موثوقة إلى أن الإدارة تفكر بجدية في رحيل النجم السنغالي ساديو ماني من أجل تسجيل المدافع الفرنسي محمد سيماكان ضمن قائمة الفريق في الموسم الحالي. وهذا القرار أثار موجة من الغضب بين الجماهير النصر، اللي ترى أن ماني هو الجناح الوحيد ذو الكفاءة العالية في الفريق، وتعتبره أحد الأعمدة الأساسية في التشكيلة النصراوية. والجمهور النصراوي لم يتوقف عن هذا الحد، بل وجه انتقادات شديدة لإدارة النادي، مطالبا بعدم التفريط في ساديو ماني، خاصة أن الفريق يعاني من نقص في الخيارات الهجومية على الأطراف. في المقابل، طالب العديد من المشجعين بضرورة رحيل كل من المدافع البرازيلي أليكس تيليس وصانع الألعاب البرازيلي أندرسون تاليسكا، محتبرين أن الأداء اللي يقدمه الثنائي لم يرتقى إلى مستوى التطلعات لجمهور النصر. والآن إدارة النصر أمام تحدي كبير، أما الحفاظ على نادي النصر أو الاستقالة. وبس اكتبوا لي رأيكم في التعليقات، ولا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة. في أمان الله.